عرفتي كون كان الوالد ديالك والوالده باقي في الحياه كانوا غادي يكونوا فرحانين وما كيشوفوك عريس، ولكن الاعمار بيد الله، ما عندنا ما نديرو. حتى انت سي زكي راك بحالك بحال الوالد، ما عمري غادي ننسى لك هاد الوقفه اللي وقفتي معايا. انا ما درت غير الواجب، وبكر خير سابق. تجاوزتي مع كنزه فاش سي زكي؟ داكشي ديال كندا، الدريات راهم كيتسناوكم موجودين كلشي. تشاورت معاها ولقينا باللي احسن نخليوها حتى مره اخرى. وعلاش؟ كتعرف دابا الظروف ديال الخدمه ديال كنزه ما غتسمحش لينا نسافروا بعيد. وانتم تعرفوا المهم نسك على كنزه تهلا فيها، ما تخسرش لها خطره، بينا كتبغيك. ما تحتاجش تنسى سي زكي. الزواج راه كيبغي شويه تاع اتساع الخاطر، الصبر على جوج جهات. الله يعاونك، رجع حدا مراتك والضيوف ديالك. شكرا بزاف سي زكي. السلام عليكم. سلام. شامة واش خارجه كديري هنا على برا؟ لا وفاء لاباس عليك؟ لاباس كنقلق. جراو عليا قالوا لي هزي حوايجك وسيري شوفي فين تمشي. ياك انا تكون جدي راسك راهم غيخرجوك. راني عارفه ولكني ما عندي فين نمشي. واش انا كرهت؟ قلتي لي عندكم دار في الدوار، سيري ليها. واخا نموت ما نصدش لداك الدوار، راني معوده لك كلشي. انا مزوقه في كلمه وقفي معايا شوفي ليا شي حل. شامة درت معاك فوق الجهد، واش بغيتي تخرجي لي على الخدمه ديالي؟ حاشا، ها قلت ما عندي على الله وتيا. واخا انا غنشوف، يلا معايا الله يصوب وصافي. عجبك الحال؟ رديتيني شوها قدام الناس. صافي مسكتيني دابا اللي فيا يكفيني. انت اش واقع في مرق الله تديري في راسك هاد الحاله؟ غير قولي لي شنو واقع كاع. مسكين والله لا بقات فيها. وبنيتي ملي باغا ديري هاد الشوهه جينيها بوحدك، علاش جبتيني انا معاك شوهتيني قدام الناس؟ علاش؟ صافي سكتيني امي. بالله عليك ليلى، ليلى بسم الله عليك بنيتي، واحد خليها عباد الله عطفوني. واش دايره؟ هرب شدو بالموتور، هرب ضربه موتور، ضربه موتور. وليلى عطفوني عباد الله عيطلو بلاصه. احنا جايين طالبين راغبين، جايين باغي نخطبوا لولدي ناصر. وشكون هي العروسه؟ وما كاين ما نخبي عليك، العروسه راه صاحبتي انا ولا بنيتي. واش كتهضروا على ليلى؟ ايه هادي ياك لاباس؟ تسمعوا لي المشاكل ديال الدنيا والدين. باوك عمرو عاود لك على المرض ديال زكي. حتى البارح كانت الامور بخير، الطبيب عطاني تريتمون ديال اموا، الا درت لاباس راه مزيان، سينو راه غادي ندير عمليه.
التلفزيون الذكي وتمتع بأكثر من 4000 ساعة ديال الأفلام والمسلسلات والوثائقيات المغربية. استفد بسهولة من تجربة متميزة. فرجة أحسن فرجة. بغيت نقول لك شي حاجة عمري ما قلتها لشي حد. واش انت جمعتي الخيوبيه ديال الدنيا كامله انت؟ انا دابا عندي راجل واحد في حياتي هو دريس ومحتاج ليك صاد من اي وقت. هاد النوع ديال هاد البنت انا عارفه شنو بغات. هو طلع مين غنجيب ليه فلوس؟ واش تحمق؟ شنو كتخافي عليا ولا شنو؟ هادشي اللي طلع. هادشي كله درتو باش نعذبك. ماشي با وماشي با. هذا يقد القتل هذاك. كانوا باقوين فوق هاي. موعدكم مع سلسلة كاينة ظروف مساء كل اثنين واربعاء على الأولياء. سعيدة أن لقائي بكم يتجدد مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامجكم أسرتي، الموعد اليومي اللي ولفتوا على القناة الأولى أسرتي كيف ما ولفتوا من الاثنين الجمعة نرافقكم باش نتكلموا في كثير من المواضيع اللي كتشكل جزء مهم من حياتنا اليومية. اليوم غادي نتكلموا على وليداتنا، نتكلموا جمال، لنا موعد أيضا مع فقرة صحتي راس مالي واللي غنخصوها اليوم باش نعرفوا أهم مسببات آلام اللي كتكون عندنا على مستوى الكتف. راجعين بعد لحظات للترحيب بضيوفي. ضيوفي في هذا الجزء الأول كل من دكتورة هاجر الرئيسي، طبيبة عامة ومدربة في التربية الإيجابية. مرحبا بك. شكرا زينب. سعادة تكوني بيناتنا. أهلا وسهلا. وشرفنا بحضوره أيضا دكتور يونس العلالي، الأخصائي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. مرحبا دكتور. شكرا جزيلا. سعيدة. شكرا. الناس بزاف تتشكى من الحريق على مستوى الكتف ديالها، عنده أسباب كثيرة. مهم نفهموا في بداية فقرة الكتف شنو وظيفته، كيفاش تيخدم، كيفاش كيتحرك باش نتصول. نعم اكيد. في الفحص اليومي عندنا كنلاحظوا بان بزاف الناس كيتشكوا من هذا الالم ديال الكتف. المسببات اما كتكون مباشره اما مزمنه، كيبقى الالم دائما. الكتف هو خصنا نعرفوا بعداش مناش مكون من العظام اللي كتجمع لنا هذا المفصل هذا اللي هو الكتف، يعني العظم ديال الذراع والعظم ديال الكتف كيتجمعوا وخاصهم باش كيتحركوا بالاربطه اللي كتشد من العضلات، يعني الاوتار. وهذا الشيء كامل كيتحرك لنا عن طريق الجهاز العصبي باش كيوصل الميساج وكيتحرك لنا هذا المفصل هذا باش نقوموا بالادوار اليوميه ديالنا، باش نهزوا الذراع ديالنا باش نقدروا نقوموا بالاعمال اليوميه ديالنا. والناس مؤخرا ولا كنلاحظوا بانهم كلهم ولاو كيعانيوا من هذا الالم المزمن ديال الكتف. هذا الشيء كيكون راجع لعده اسباب اللي عاديه. كيكون التعب، وكيكون الناس اللي كيخدموا باشغال يدويه كيرهقوا الكتف ديالهم تماما متكرره وكتاخذ مده طويله. مثلا الناس اللي كيخدموا في الصباغه، العيالات اللي في الديور اللي كيخدموا مثلا في ان بلون دو ترافاي كما كنسميوه في الكوزي كيكون عالي نهار كامل وهي خدامه بايدها مزوزه. دونك هذوك الاوتار او حتى لا كان محني دكتور، هو خصوصا ملي كيكون مهزوز كيبقى الوتر جار نهار كامل هو الكتف هازو، يعني كيبقى يلتهب. ومن بين الاسباب اللي كتؤدي لهذا الالم ديال التهاب الاوتار كيكون عندنا لا مورفولوجي ديالنا، لاكروميا. واحد العظم كاين هنايا في لوموبلات لا سكابولا كيكون عنده بزاف ثلاثه الانواع. كاين اللي كيكون كروشو، دونك كيبقى يدوز من تحت منه الوتر. حنا كنخدموا وهو كيمشي ويجي تحت منه وكيبقى يجرحو تيتوتر كيلتهب. هذاك الالتهاب ما كيتعالجش وكيولي التهاب مزمن. بعض المرات كيؤدي الى انقطاع هذاك الوتر، يعني كتكون ان روبتور ترانسفيكسيون ديال الطوندون. هنا الواحد كيحس بالم كبير، كيفقد الحركه ديال الكتف ديالو، وكيكون التهاب على مستوى الذراع كله. هذا من بين الاسباب اللي كتؤدي لهذا الالم. لاختروز ممكن يعطينا الم تماما، يعني هذا الشيء كيكون عند الناس اللي باقيين صغار في السن. الناس اللي كبار في السن كيكون الام، يعني العظم ما كيبقاش قوي، كيبدا يتاكل بلاختروز وكيمشي هذاك الطبقه ديال الكارتيلاج كتحك
وكيبداو يعني اون دولور ميكانيك، يعني فيما كيحرك واحد الكتف ديالو كيوقع احتكاك على مستوى الاطراف وكيبدا لاختروس. دونك سي اون دولا انفلاماتور مي دو فينومين ميكانيك اللي ديال الاحتكاك. وهذا سبب هذا كيكون عند الناس شويه عندهم تقدم في السن ولا عندهم مشاكل في العظام، اما مرضي انفلاماتور اللي كتخلي هادشي يتاكل. واش دكتور لي الناس اللي مثلا كيعانيو خصوصا النساء من مشاكل او نقص حاد على مستوى الفيتامين دي، وتنعرفوا باللي مهم لصحه العظام والمفاصل، يقدروا يكون من بين المسببات ديال الحريق على مستوى الكتف ديالهم؟ اكيد هو فيتامين دي معروف هو اللي كيثبت لنا الكالسيوم على مستوى العظام. ملي كيكون نقص كيبدا يفقد العظم الكثافه ديالو، كيبدا الالم على مستوى العظام. هذاك كيكون يعني ما كيكونش غير الكتف، كيبانوا لنا التهابات على مستوى الاطراف كاملين ولا العظام كلها. يعني كيكون حتى هو من بعض الاسباب. لهذا حنا كنحاولوا دائما ملي كيكون الم على مستوى العظام ولا مستوى الاطراف المفاصل من بين التحاليل كنطلبوا الفيتامين دي باش نحاولوا نكوريجيو هذيك الفيتامين دي الا كانت ناقصه، باش تلعب لنا دور على العظم يرجع للصلابه ديالو والقوه ديالو. كاينه اسباب اخرى لالم الكتف؟ نعم، الاسباب كيكونوا الم دي نيفرالجي، يعني كيكون مشكل على مستوى العنق. كيكون يعني مثلا الناس اللي عندهم فتق في العنق اللي كيتسمى اغني سيرفيكال كتضغط على العصب الحسي، وكي هذاك العصب الحسي كينتشر كيهبط هو في الطريق ديالو كيخرج وكيعطي دي نيفر سيرفيكو باكيال، الم على مستوى العنق وعلى مستوى